السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. أهلا بكم في درس جديد من دروس منهج التاريخ ودرس ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي. كنا وقفنا في الدرس اللي فات على رحيل الحملة الفرنسية واتكلمنا على نتائج الحملة الفرنسية، واللي ما شافش الفيديو هتلاقي عندك اللينك في صندوق الوصف. واللي لسه ما اشتركش في القناة بفكركم يا ريت نشترك في القناة. وزي ما احنا متعودين في دروسنا بنقسم الدرس للنقاط الرئيسية في الدرس. درس النهارده بيتكلم على أول نقطة اللي هي أحوال مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية، والنقطة الثانية تولية محمد علي الحكم، والنقطة الأخيرة المشكلات اللي واجهت محمد علي في بداية حكمه. يبقى الدرس بتاعنا بيتكلم في 3 موضوعات. أول نقطة اللي هي أحوال مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية. اللي فاكر معايا الحملة الفرنسية خرجت من مصر سنة 1801، جلاء الحملة الفرنسية. ومحمد علي تولى الحكم سنة 1805. ما بين السنتين دول 1801 و 1805 كانت الحالة الموجودة فيها مصر حالة من الفوضى بكل ما تحمل الكلمة من معنى. حالة من الفوضى والصراع على السلطة. 4 سنوات كانوا في منتهى الصعوبة على مصر، لأن كان فيه صراع على السلطة ما بين مين في الوقت دوت؟ ما بين العثمانيين، على أساس إن مصر كانت ولاية عثمانية، والدولة العثمانية قالت خلاص الحملة الفرنسية خرجت ومصر ترجع تاني كولاية عثمانية. ولكن الطرف التاني اللي كان بيتنافس على السلطة هم المماليك. وحجتهم ايه؟ ان المماليك هم اللي كانوا بيحاربوا الفرنسيين ودخلوا معاهم في معارك كتيرة زي معركة شبرخيت ومعركة امبابة، وكان عليهم عبء كبير في مقاومة الفرنسيين. فكان صراع ما بين العثمانيين والمماليك على السلطة. لكن في طرف ثالث ظهر في الموضوع وهو انجلترا. طب ايه علاقة انجلترا؟ مش احنا قلنا في الدرس اللي فات ان من نتائج الحملة الفرنسية ان هي لفتت انظار العالم لاهمية موقع مصر وخصوصا انجلترا. فانجلترا بمجرد ما طلعت الحملة الفرنسية من مصر حطت لنفسها هدف ان هي لازم تحتل مصر. بس انجلترا لو افتكرنا برضه في الدرس اللي فات قلنا ان كان في بينها وبين العثمانيين علاقة تحالف. يعني انجلترا كانت في تحالف او في صداقة بينها وبين العثمانيين. الاتنين اتحدوا مع بعض لاخراج الحملة الفرنسية. فانجلترا حريصة على علاقتها بالدولة العثمانية. ولو انجلترا احتلت مصر زي الحملة الفرنسية هتفقد علاقتها مع العثمانيين. طب ازاي انجلترا تاخد المكسبين؟ يعني علاقتها تكون كويسة مع الدولة العثمانية وفي نفس الوقت تسيطر على مصر. ده عملته باتحادها مع المماليك. ان انجلترا اتفقت مع المماليك انها تعين واحد من المماليك الحكم اللي هو محمد بيك الألفي. ده واحد من زعماء المماليك. يعني انجلترا هتساعد الألفي انه يوصل للحكم، وفي المقابل الألفي بعد وصوله للحكم يقدم امتيازات وخدمات لإنجلترا. فإنجلترا كده لعبت إيه؟ ضربت عصفورين بحجر، إنها محافظة على علاقتها الطيبة مع الدولة العثمانية، وفي نفس الوقت بتسيطر على مصر عن طريق محمد بيك الألفي. في خلال الفترة ديت من 1801 ل 1805 اتعين على مصر عدد كبير من الولاة. عندك طبعا كل ما يجي والي اللي يحصل فيه مشكلة يتشال من الحكم، الدولة العثمانية تبعت والي تاني يتقتل، تبعت والي تالت يتسجن، وهكذا. 4 سنوات كانوا في منتهى الصعوبة، صراع على السلطة. اتفقنا يا شباب؟ ده بالنسبة لأول نقطة اللي هي أحوال مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية، كانت فيها حالة من الفوضى والصراع على السلطة. النقطة الثانية بقى تولية محمد علي الحكم وظهور محمد علي في الصورة. الأول لازم نعرف مين هو محمد علي. محمد علي اتولد في سنة 1769 في مدينة قولة، أحد موانئ مقدونيا بشمال اليونان. يعني محمد علي مولود فين؟ في مدينة قولة. عندك على الخريطة اهي باسمها حاليا كافالا أو قولة. تمام، دي موجودة في بلاد اليونان. طب إيه وصل محمد علي لمصر؟ محمد علي
ولد ونشأ في مدينة قولة. بدأ العمل في التجارة في البداية، وبعد كده التحق بالجيش العثماني وأصبح نائب قائد الجند الألبان. وصل على مصر مع القوات العثمانية اللي جت علشان تطلع الفرنسيين من مصر، وأصبح قائد للجند الألبان القادمين من اليونان علشان يطلعوا الحملة الفرنسية من مصر. يبقى كده محمد علي وصل إلى مصر مع الجيش العثماني سنة 1801، وكان شاب في الثلاثينات، قائد للجند الألبان مع الحملة العثمانية لطرد الفرنسيين من مصر. اتفقنا؟ في سنة بعد ما خرجت الحملة الفرنسية من مصر، فضل محمد علي موجود في مصر وبيراقب الأحداث. وزي ما وضحت لك كان السنوات دي كلها فيها حالة من الفوضى والصراع على السلطة، لغاية لما وصلنا لسنة 1804. الشعب المصري قام بثورة بسبب الضرائب الباهظة، وكانت ثورة قوية جدا. فمحمد علي خاف ان الشعب المصري الثورة بتاعته تطوله هو وجنوده، فانضم محمد علي للعلماء والمشايخ، واختلط بيهم واختلط بالأهالي، وتعهد لهم برفع الظلم عنهم. فالموقف اللي عمله محمد علي انه انضم للعلماء والمشايخ والأهالي كسب ثقة الشعب المصري. اتفقنا؟ يبقى الموقف اللي عمله محمد علي بانضمامه ليهم وقت ثورة 1804 كسب ثقة الشعب المصري. في سنة 1804 اتعين والي جديد وهو خورشيد باشا، قعد سنة واحدة من 1804 ل 1805. وفي السنة ديت الشعب المصري شاف الويل من خورشيد ورجاله من سلب ونهب وظلم. فالشعب المصري وصل لدرجة خلاص لا تحتمل، مش قادر يستحمل أكتر من كده، لازم يكون في حل، حالة من الظلم وسلب وفرض الضرائب الباهظة. علشان كده في 13 مايو 1805 اجتمع زعماء الشعب من العلماء وشيوخ الأزهر بدار المحكمة أو بيت القاضي، وقرروا ايه؟ تخيل معايا، قرروا عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي. انت سامع اللي بقولك ايه ومركز في اللي بقوله؟ يعني الشعب المصري هو اللي خد القرار بعزل الوالي وتعيين والي جديد، ودي كانت اول مرة تحصل في تاريخ مصر الحديث ان الشعب هو اللي يختار الوالي بتاعه. مش انا قلت لك ان الشعب المصري بعد الحملة الفرنسية اختلف تماما عن قبلها؟ ان الشعب المصري تمسك بحقه واختار محمد علي واليا على مصر. فاجتمع شيوخ الازهر عمر مكرم وعبد الله الشرقاوي، وطبعا اخذنا عمر مكرم قبل كده انه كان قائد ثورة القاهرة الثانية. عمر مكرم وعبد الله الشرقاوي وغيرهم من شيوخ والعلماء اجتمعوا في بيت القاضي وقرروا عزل خورشيد باشا وتولية مين؟ محمد علي. بس مش كده وبس، ده اشترطوا عليه شرط مهم جدا. ايه بقى الشرط دوت اللي كان ما بين الزعامة الشعبية وبين محمد علي؟ اشترطوا عليه انه يحكم بالعدل والا ياخذ قرار الا بالرجوع اليهم. يا محمد يا علي، احنا اخترناك حاكم علينا بشرط انك تحكم بالعدل وما تتخذش اي قرار الا لما ترجع لنا. ومحمد علي وافق على الشرط دوت، وطبعا وصلوا الكلام دوت للسلطان العثماني وطالبوه بعزل خورشيد وتولية محمد علي. وفعلا السلطان العثماني وقتها كان السلطان سليم الثالث واسمه مش عليك، أرسل فرمان يعني قرار من السلطان بعزل خورشيد وتولية مين؟ محمد علي. الموقف دوت بوظ خطة انجلترا. أنا قلت لك من البداية ان انجلترا كانت بترتب انها توصل مين للحكم. نسيت صح؟ قلت في اول حاجة في الدرس ان انجلترا كانت حريصة على علاقتها بالسلطان العثماني، وفي نفس الوقت عايزة تسيطر على مصر عن طريق تولية واحد من زعماء الملك هو محمد بيك الألفي الحكم. لكن اللي حصل ان محمد علي هو اللي وصل للحكم. علشان كده بقى هنتكلم على المشاكل اللي واجهت محمد علي في بداية حكمه. كده اتكلمنا على أول نقطتين: أحوال مصر بعد جلاء الحملة الفرنسية وتولية محمد علي الحكم. نتكلم بقى على المشكلات اللي واجهت محمد علي في بداية حكمه. عندك 4 مشكلات. المشكلة الأولى محاولة نقله من مصر. المشكلة الثانية حملة فريزر. المشكلة الثالثة الزعامة الشعبية. والمشكلة الرابعة المماليك.
أول نقطة هي محاولة نقله من مصر، ده كان سنة 1806، يعني كان لسه بيقول يا هادي، لسه بادئ الحكم. صدفته أول مشكلة وهي إيه؟ إنه هيتنقل من مصر. طب إزاي؟ قلنا في البداية إن إنجلترا كانت حاطة خطة إن محمد بيك الألفي من زعماء المماليك هو اللي هيمسك الحكم، لكن اللي حصل محمد علي هو اللي مسك الحكم. علشان كده إنجلترا شعرت بالخطر ومشروعها هيفشل، فلجأت إلى السلطان العثماني وأقنعته إنه ما ينفعش الشعب هو اللي يختار الحاكم، لازم أنت بنفسك يا سلطان اللي تختار الحاكم في مصر. فأقنعته إنه يعزل محمد علي أو ينقله لأي ولاية تانية، ولازم يجي القرار من السلطان بتولية الوالي، واقترحوا عليه اقتراح محمد بيك الألفي أو أي والي تاني. يعني مش شرط يعني، بس أهم حاجة إنه محمد علي مش هو اللي يمسك الحكم. والسلطان اقتنع بفكرتهم وطلع قرار بنقل محمد علي إلى ولاية سالونيك في مقدونيا. أرسل السلطان فرمان بنقل محمد علي إلى ولاية سالونيك في مقدونيا، يعني مكان الولاية اتفقنا ولاية سالونيك. طبعا كان موقف في منتهى الخطورة، كان خلاص محمد علي مشروعه هيفشل من قبل ما يبدأ، حتى لسه بيقول يا هادي وقالوا قرار النقل. فلجأ إلى الزعامة الشعبية ممثلة طبعا في عمر مكرم وعبد الله الشرقاوي. والزعامة الشعبية بعتت إلى السلطان العثماني بتؤكد له إن هم متمسكين بشخص محمد علي ومش عايزين أي والي تاني. فالسلطان العثماني طبعا لما صدق، طبعا بعد 4 سنوات من 1801 لغاية 1805 والحالة في مصر مش مستقرة، ها خلاص الشعب المصري عايز والي محدد. فالسلطان العثماني علشان يحافظ على الاستقرار في مصر طلع قرار بإيه؟ بتثبيت محمد علي في حكم مصر. وبكده المشكلة الأولى اللي هي مشكلة نقله من مصر اتحلت بمساعدة الزعامة الشعبية. وده تاني مرة بيأكد إن إيه؟ خطة إنجلترا خلاص هتنتهي. بكده أول مشكلة محاولة نقله من مصر. كده أصبح موقف إنجلترا في منتهى الصعوبة، لازم تختار حاجة من الاتنين، لإما علاقتها الجيدة بالدولة العثمانية، لإما إنها تسيطر على مصر. ما ينفعش الاتنين مع بعض. وفي النهاية طبعا قررت إنجلترا إنها هتضحي بعلاقتها بالسلطان العثماني، الأهم حاجة بالنسبة لها مصر والسيطرة عليها. عشان كده إنجلترا بعتت على مصر حملة عسكرية بقيادة واحد اسمه فريزر. حملة فريزر دي كانت سنة كام؟ 1807. اتفقنا يا شباب؟ انجلترا بعتت حملة عسكرية على مصر بقيادة مين؟ بقيادة فريزر. هدفها ايه او سببها ايه؟ بسبب او هدف احتلال مصر طبعا، وخلع محمد علي من الحكم وتولية حليفها محمد بيك الألفي. عشان كده لما يجي لك سؤال بيقول لك دلل على وجود تواطؤ او اتفاق ما بين الانجليز او بين انجلترا والمماليك في بداية حكم محمد علي. طبعا التواطؤ والاتفاق دوت الدليل عليه حاجتين. اول دليل ان انجلترا حاولت تنقل محمد علي علشان تعين محمد الألفي والموضوع فشل. الدليل الثاني ان انجلترا بعتت حملة عسكرية وهي حملة فريزر علشان برضه تخلع محمد علي من الحكم وتعين محمد بيك الألفي. المهم وصلت حملة فريزر على الإسكندرية واحتلتها، وبعتت قوات طبعا ده بقيادة فريزر، وبعتت قوات في اتجاه مين؟ اتجاه رشيد، مدينة رشيد والحماد. في الوقت بقى دوت المشكلة ان في الوقت دوت كان محمد علي مش موجود في القاهرة اصلا، كان محمد علي فين؟ موجود في الصعيد في جنوب مصر. طب ايه اللي مودي محمد علي الصعيد؟ كان بيطارد المماليك. طب ايه علاقة المماليك بالموضوع؟ انا تهت كده. لا لا، واحدة معايا، ركز معايا. مش انا قلت ان المماليك كانوا عايزين هم يحكموا مصر؟ طبعا المماليك يا شباب مش كلهم حاجة واحدة، يعني المماليك عبارة عن فرق عسكرية وكل فرقة من دول ليهم قائد. فواحد منهم اسمه محمد الألفي والمجموعة بتاعته كانوا متحالفين مع الإنجليز، لكن في مجموعات تانية من المماليك ملهمش علاقة بالإنجليز وعايزين هم كمان يوصلوا للحكم. ولما وصل محمد علي الحكم بدأوا يسببوا مشاكل لمحمد علي علشان يشيلوه هم كمان من الحكم، وكانوا موجودين في الصعيد. فمحمد علي وقت ما جات الحملة فريزر
كان موجود في الصعيد بيطارد المماليك، وشمال مصر طبعا ما فيش فيه قوات كفاية، وعشان كده وقع عبء المقاومة على الشعب المصري. أهل رشيد والحماد هزموا، تتخيل، عملوا كمين للإنجليز في رشيد، ووقع من الإنجليز عدد كبير من القتلى والجرحى والأسرى، واضطر الإنجليز إلى الرجوع تاني إلى الإسكندرية. فالإنجليز اتهزموا في مدينة رشيد على يد أهالي رشيد، وبدأوا يتصلوا بيدوروا فين حليفنا اللي المفروض هيساعدنا، اللي هو مين؟ ايوه كده، صح صح معايا، محمد الألفي. بيسألوا فين محمد الألفي وقواته، لازم يساعدنا. والإنجليز تتخيل اتفاجئوا إن محمد الألفي مات من شهرين. ايوه بالظبط كده، انت سمعت صح، محمد الألفي مات من شهرين قبل الحملة فريزر ما تيجي، والإنجليز ما كانوش يعرفوا. وأصبح موقف الإنجليز في منتهى الصعوبة. محمد علي بقى والمماليك موجودين في الصعيد، قالوا اتفقوا مع بعض ان هم هيحلوا المشاكل بينهم وبين بعض ويأجلوها مؤقتا لغاية لما انجلترا تمشي. فتم صلح ما بين محمد علي والمماليك، صلح مؤقت، والاتنين طلعوا على الإسكندرية وحصروا الإسكندرية وطلعوا حملة فريزر من مصر. يبقى حملة فريزر نتائجها انها طبعا فشلت، اتهزمت في رشيد والحماد، وتم جلاء الحملة عن مصر مقابل الإفراج عن الأسرى، ودخل محمد علي الإسكندرية منتصرا. يبقى كده المشكلة التانية اللي واجهت محمد علي تم التعامل معاها وانتهت حملة فريزر بالفشل. تبقى لي محمد علي مشكلتين: الزعامة الشعبية والمماليك. حد يقول لي طب ازاي الزعامة الشعبية بتمثل مشكلة لمحمد علي؟ اقول لك ان الزعامة الشعبية لو تفتكر في اول حاجة قلتها لك، ان هم اشترطوا على محمد علي شرط انه اولا يحكم بالعدل، وما ياخدش اي قرار الا لما يرجع لهم. فبدأ محمد علي يشعر انه مقيد في ناس وعليهم وصاية عليه، كل ما ياخد قرار يقولوا لا ما ينفعش، غير القرار دوت، ما ينفعش تفرض ضرائب، لازم تاخد اذننا. فحس ان محمد علي انه مش مطلق الحرية في الحكم، في حد بيملي عليه القرارات، ومحمد علي عايز يكون هو المنفرد بالحكم، مفيش حد ليه وصاية عليه. فقرر انه يتخلص من القيد اللي عاملاه الزعامة الشعبية عليه. وده تم ازاي؟ يقول لك أدرك محمد علي قوة الزعامة الشعبية، وكانت ممثلة طبعا في عمر مكرم، والقيود اللي فرضتها عليه، فقرر انه يتخلص من الزعامة الشعبية. وده تم عن طريق ايه؟ تم عن طريق انه ايه؟ انه عزل عمر مكرم من نقابة الأشراف، وقام بنفيه إلى دمياط سنة 1809. فبخلع عمر مكرم من نقابة الأشراف ونفي عمر مكرم إلى دمياط سنة 1809، وتم تفريق باقي الشيوخ والزعامة الشعبية، أصبح محمد علي بيحكم مصر بدون قيد من حد، بدون قيود من الزعامة الشعبية. آخر مشكلة بقى بتواجه محمد علي مشكلة المماليك. المشكلة اللي بالنسبة له إن المماليك مصممين على السلطة، عايزين الحكم، عبارة عن فرق عسكرية مش موافقة ان محمد علي يكون هو الحاكم، وكل مجموعة عايزة تكون هي اللي في السلطة. فقرر محمد علي واتخذ قرار، وكان جديد في الوقت دوت، وكان حاجة جديدة ان طبعا ان يتم التعامل مع مشكلة سياسية بالتصفية بالقتل. ان محمد علي دبر لزعماء المماليك مذبحة القلعة. ولا كان محمد علي يرى أن المماليك أحد عناصر الفساد ومصدر للقلق، فحرص في البداية أنه يحرمهم من المناصب الهامة، ما همش أي منصب زي منصب شيخ البلد. وفي النهاية قرر التخلص منهم نهائيا بتدبير مذبحة القلعة، وده كان في مارس 1811. والقصة كلنا عارفينها، أنه عزم قادة المماليك في القلعة بمناسبة خروج الجيش المصري على رأسهم ابنه طوسن في حرب في شبه الجزيرة العربية، ناخدها إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. وبعد نهاية الحفل هم خارجين من القلعة، لقوا أبواب القلعة اتقفلت عليهم، وجنود محمد علي من فوق الأسوار أطلقوا عليهم النيران، وتم قتل قادة المماليك في مذبحة القلعة. وبعد كده تم مطاردهم في القاهرة. وبعد مقتل زعماء المماليك في مذبحة القلعة،
وصل محمد علي أو أرسل رسالة للشعب المصري وكل الموجود في مصر إن محمد علي ما بيهزرش، اللي هيقوله هيتنفذ. وبعد مذبحة القلعة أصبح محمد علي هو الحاكم في مصر بلا منازع، انفرد بالسلطة تماما، مفيش حد ليه عليه وصاية زي الزعامة الشعبية، مفيش حد بينازعه السلطة زي المماليك. وبدأ محمد علي بقى يطبق البرنامج بتاعه وينقل مصر نقلة تانية ويقوم ببناء مصر الحديثة. وده إن شاء الله اللي هنشوفه طبعا في الدرس القادم. كده آخر مشكلة المماليك. وكده يكون خلصنا درسنا النهاردة. ازاي بقى محمد علي قام ببناء مصر الحديثة، ده ان شاء الله يعرفه في الدرس القادم. ارجو تكونوا استفدتوا، واشوفكم على خير ان شاء الله في درس قادم وحصة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.